الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ده إن شاء الله أول فيديو لينا في القناة بتاعتنا، هنتكلم فيه مع بعض في كل حاجة. بس الأول أعرفكم بنفسي، أمجد إسماعيل الشهير بأمجد الحداد. هنتكلم في الكورة، وقبل أي حاجة عشان محدش يختلف في الموضوع ده، أنا زملكاوي وكنت بلعب في ناشئين نادي الزمالك، لكن أعرف في الرياضة إن هي كلمة رياضي يعني أخلاق، يعني حقاني، يعني فارس، يعني يتصرف بشرف في كل تصرف بيعمله في حياته أو في كل خلق أو في كل كلمة بيقولها. جو التحيز والتعصب اللي احنا عايشينه دلوقتي ده كارثه، ما نعرفش عنه حاجه، ما شفناهوش، ما عرفناهوش، جديد اتزرع جوانا عشان اهداف معينه الناس تحقق من وراها ربح وتحقق مكاسب، بعكس اللي المفروض في المجال الرياضي. احنا رياضيين، احنا مشجعين رياضه، احنا اخلاق. اهم حاجه عندنا رقم واحد ان انا ما عاديش بني ادم، نمره اتنين ان انا ما اخسروش، نمره تلاته ان انا اتمتع. اخر حاجه المتعه. اللي احنا عايشينه ده جو مسموم، ملوش علاقه تماما بالرياضه ولا باخلاق الرياضيين. ده رقم واحد. رقم اتنين، احنا هنتكلم مع بعض في كل حاجه، في اللي يخص الزمالك واللي يخص غير الزمالك. رقم واحد منتخب مصر، اللي المفروض الرياضه في مصر معموله عشانه، عشان بلدنا دي تكسب، عشان بلدنا دي تحقق بطولات، عشان ولادنا يطلعوا رياضيين، ولادنا يطلعوا اخلاق، يطلعوا صحتهم كويسه. زي ما متبني تماما الرئيس نفسه اتجاه الدوله، يطلع مواطن ذو صحه، ذو قيم، ذو اخلاق. لكن اللي احنا عايشينه ده حاجه تانيه خالص. فباذن الله مع بعض هنتكلم في كل حاجه تخص الرياضه والاخلاق، ونرجع تاني نتمتع بيها، ما نتسممش بيها، ما نخسرش بعض بيها ولا نتدنى بيها. بعد كده كل شيء مباح، نهزر مع بعض، نختلف مع بعض، مش هنتخاصم لكن هنروش على بعض بالكلمه الجميله يعني، لكن مش هنخسر بعض. ونقول الحق قبل اي حاجه، الحق قبل النادي، الحق قبل الانتماء. والنهارده ان شاء الله في اول حلقه هنتكلم في اهم حاجه في الكوره او في الرياضه عموما، يعني ايه كلمه ولاء ويعني ايه كلمه انتماء اللي الناس بتختلف فيهم. انا مش مرتزق ولا مأجور، ولا لعيب الكوره مرتزق ولا مأجور، ولا هو بيتباع في سوق عكاظ اللي هو بتاع العبيد بتاع زمان. ده راجل رياضي. ولاؤه، كلمه ولاء يعني انا بخلص للفانيلا اللي انا بلعب بيها. انا راجل زملكاوي هروح الاهلي مفيش مشكله، بس بفروسيه، بخلق، بصراحه وبشفافيه. انا راجل زملكاوي، انا راجل اهلاوي. حسام حسن اسطوره النادي الاهلي لا خلاف. حد يشكك ان حسام حسن اهلاوي؟ لا، حسام حسن اهلاوي، بس لعب لنادي الزمالك وحقق بطولات، وحصل على لقب عميد لعيبه العالم وهو في نادي الزمالك، بولائه للفانيلا، بولائه لنفسه، لمستواه، لنجاحه، ويستتبع ذلك النادي بتاعه. لكن كلمه انتماء دي حاجه تانية خالص. انا بنتمي لنادي الزمالك، ممكن بكره مش امجد بقى، لا، ممكن بكره زيد من الناس ده زملكاوي يروح يشتغل في النادي الاهلي، يروح يلعب في النادي الاهلي. ده حاجه، والانتماء حاجه تانية خالص. ممكن بعد سنين طويله يرجع يشجع نادي تاني، زي جمال عبد الحميد كده، لعب في النادي الاهلي واحنا ناشئ جمال عبد الحميد، وانا من السيده زينب وعارف مين جمال عبد الحميد واهله وما اشرفهم واكرمهم يعني. كان راجل زملكاوي لعب في النادي الاهلي، حصل الاصابه وحصل القصه الكبيره اللي حصلت له دي، لعب لنادي الزمالك وكان ولاؤه هنا للنادي الاهلي وكان ولاؤه هنا للنادي الزمالك. دي كلمه الولاء. لكن الانتماء ده بقى الحاجه اللي جوه الجينات، كرات الدم البيضاء والحمراء، اللي هي كرات الدم البيضاء بتدافع عن كرات الدم الحمراء، مش تبقوا واخدين بالكم يعني. ما يستتبع ذلك بقى كله تحيز وكله تعصب وكله جو مسموم، ملوش علاقه بالرياضه ولا يمت ليها بصله. ده هيبقى النهج بتاعنا باذن الله. الحق رقم واحد، بعد كده مصلحه الرياضه المصريه. هنشوف ظلم، هنقول ظلم، حتى لو لصالح نادي الزمالك، لا، نادي الزمالك ظالم، مع اني عمري ما شفتها بصراحه. النادي الاهلي ظلم، هنقول انه ظلم، والنادي الاهلي اقوى نادي في افريقيا، هم بيقولوا ماشي، هنسمع الكلام ده ونصدقه. لكن لو ظالم هنقول ظالم، هيقولوا بقى متحيز، هيقولوا متعصب، ده قصه ثانيه خالص. زي اللي حصل اليومين دول كده في الصفقات والحاجات اللي بتحصل، انا ما شفتش كده في الكوره ولا سمعنا عنها، ما شفتش الكلام ده. انا محتاج لعيب، محتاج لعيب وينج يمين، محتاج لعيب وينج شمال، هجيب وينج يمين. مش هروح اجيب الوينج اليمين بتاع الاسماعيلي عشان اوقع الاسماعيلي، مش هروح اجيب الوينج الشمال بتاع بيراميدز عشان اوقع بيراميدز. ده مش شغل كوره، ده فرق تسد، ما ينفعش. بنضر المنتخب. قولوا لنا دلوقتي مين لعيبه في منتخب مصر؟ لعيب واثنين وثلاثه قاعدين احتياطي، هم احسن لعيبه في مصر، هم اللي هم المنتخب على حيله، عشان انا اضر فرقه ثانيه، بغض النظر عن ان انا بتكلم على نادي معين، لا، انا بتكلم في مصلحه الكره المصريه. ده اللي المفروض يكون. والقائمين على النادي الاهلي والقائمين على نادي الزمالك وعلى كل الانديه هم دول قيادات الرياضه في مصر. كابتن الخطيب، وما اعظمه وما تاريخ الاسطوره، الراجل اللي في يوم من الايام اخذ حسن شحاته وراح بيه الجمهور الاهلي لما حصل شد وجذب بينهم، وتاريخه مشرف طبعا، قيمه. كابتن صالح سليم قبل كده الله يرحمه، كابتن حسن حلمي في نادي الزمالك.
رموز وقيم كانوا بيزرعوا جوه الناس ان الحاجات النظيفه. اللي بيحصل دلوقتي ده شغل اعلاميين وشغل مش عايز اقول يعني فلوس، بيزنس. يموتوا اللي يموتوا، يعيشوا اللي يعيشوا، الناس تخسر بعض، الناس تسمم الجو، حتى المتعه اللي هم بيستمتعوا بيها نسممها عشان نرزق من وراهم. ما ينفعش. كان زمان اهالينا كده يقول لك ده راجل رياضي، لخص الكلمه كلها في كلمه راجل رياضي، يعني اخلاق، يعني شجاع، يعني فارس، يعني طيب، يعني حنين. يقول لك ده راجل رياضي يا عم. لا لا لا، عيب بقى، ده راجل رياضي. ازاي يطلع منك كده ده انت راجل رياضي؟ ايه دلوقتي في الجو اللي احنا عايشينه ده في مجال الرياضه عموما يمت الكلمه دي بصله؟ هل في اخلاص؟ هل في فروسيه؟ هل في شجاعه؟ مفيش. كل الكلام ده غريب عننا، لازم نبدا نحاربه ومع بعضينا. احنا القناه بتاعتنا مش تبقى قناه واحد واقف يرص معلومات لاطفال بيسمعوه، هنتناقش فيها، هتقولوا لي وهقول لكم، هتسمعوا مني وهسمع منكم، هنشوف مع بعض وهنسمع مع بعض ونوصل للحقيقه مع بعض بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب، عشان في الاخر نحاول نرجع للمتعه الحقيقيه بتاعت الرياضه. ما انا قادر ان انا اغير ماتش الاهلي والزمالك واجيب فيلم على MBC 2، قال له ايه اللي هيحصل لي؟ مفيش حاجه. المشجع الغلبان يقول لك انا رحت جبت لعيب ب 60 مليون جنيه، انت جبت ب 60 مليون جنيه؟ انت نابك فلوس من الحاجات دي؟ انت مسكين بتروح تدفع للنادي عشان النادي يرزق من وراك. استمتع بقى، افهم ان انت بتشجع رياضه او كوره، هاندبول، اي حاجه عشان تستمتع بيها، مش عشان تبقى مرتزق ولا عشان تبقى فارس بتحارب في جبهه ظلمه. هي دي القصه اللي احنا عايزين نوصل لها مع بعض، وباذن الله هنبدا نسترسل مع بعض في حاجات كتيره قوي، وهنبدا بالصفقات من الفيديو اللي جاي باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.